هو منورين يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ والله انا بصور الفيديو ده وانا تعبان، يعني حرفيا تعبان. عندي جنبي الشمال آه بعد ما فطرت لقيته تعبني جدا جدا جدا. تمام، يعني عفوا بعد ما رحت فطرت ورحت الارض عندي. تمام، ابص على النخل والكلام ده فلقيت جنبي بدأ يصرخ عليا جامد، فروحت قلت اريح شوية هيهدى، ولكن روحت لقيته بدأ يصرخ عليا جامد قوي. فاضطريت اروح لدكتور واجيب علاج. تقريبا هي كده املاح يعني. تمام، يعني الدكتور بيقول هي كده شكلها املاح. تمام، فانا خدت العلاج وجيت هديت شويه، وبعد كده الوجع بقى بدأ يشتد عليا تاني جامد قوي. بعد كده قعدت ايه 5 دقايق. تمام، عفوا قعدت بتاع حوالي نص ساعة كده، ريحت ظهري ويعني ريحت ظهري وقلت احاول انام شويه. فالحمد لله الوجع هدي خالص، ولكن هو بيروح ويجي بيروح ويجي الحمد لله. تمام، فانا لقيت نفسي اول ما هديت والوجع كده بدأ يروح معايا. تمام، قلت بدل ما يزداد عليا تاني الحق اعمل لكم الفيديو ده، عشان في ناس كتير عماله تبعت لي وعايزه النسخه وعايزه النسخه وعايزه وطلب التحديث والكلام ده كله. تمام، فأنا في الفيديو ده جبت لك نسخة واتساب جي بي يعمل بربط الجهاز تحديث للنسخ اللي معاك. الفولدر هيكون فيه نسختين، جي بي واحد وجي بي اتنين. تمام، عشان في ناس مثبتة حزمة وناس تانية مثبتة حزمة تانية. يعني انت لو النسخة معاك طالبة تعملها بالربط وطالبة معاك تحديث وجيت تضغط على النسخة ديت، تمام، ممكن يقول لك تحديث وممكن تضغط عليها. تمام، تلاقيها النسخة خارج اللي معاك يقول لك تثبيت، فانت ممكن برضو تثبتها عادي وتربطها تربط معاك عادي. تمام، وتنزل على النسخة التانية هتضغط عليها يقول لك تحديث، لان الحزمة ديت اللي هتكون موجودة بقى عندك في التليفون او انت عامل لها ربط، فهتبدأ تتحدث معاك. تمام، يعني انا جايب نسختين. تمام، تقدر تشوف الحزمة بتاعتك اللي بتقول تحديث وهي تضغط على تحديث هيتحدث. لو قالت لك تثبيت يبقى مش دي النسخة بتاعتك، اضغط على النسخه الثانيه يقول لك تحديث، فهتبدا ايه تتحدث معاك عادي مفيش مشكله. انت بقى احتجت النسخه الثانيه اللي هي بتقول لك تثبيت دي تقدر تثبتها وتربطها تاني، يبقى انت عندك نسختين رابطهم بنفس الواتساب الرسمي عادي مفيش اي مشكله. تمام، طيب كل اللي علينا هنمسك الموبايل بتاعنا لو انت جديد معانا واول مره الفيديو بتاعي يظهر قدامك. تمام، كل اللي عليك هتمسك الموبايل وتدخل على متجر بلي وتبدا تبحث عن تطبيق زي ارشيف. تمام، اهو تطبيق زي ارشيف. تمام، هتبدأ تثبت التطبيق ده عندك عشان هنحتاجه في فك الضغط. تمام، بعد ما تثبته هتدخل على قناة التليجرام، رابط قناة التليجرام في وصف الفيديو. هتلاقي تحديث واتساب جي بي يعمل بربط جهاز تم حل مشكلة تعذر الربط، هنبدأ نضغط عليه. هنا بيجيب لك نسختين لتطبيق زي ارشيف. احنا هنضغط على الايقونه اللي فيها انجليزي فقط، لانك لو ضغطت على الايقونه اللي فيها عربي هيقول لك الارشيف تالف، او لو جات لك الايقونه فيها انجليزي وعربي هيقول لك برضه الارشيف تالف. فاحنا هنضغط على الأيقونة اللي هي فيها إيه إنجليزي فقط، اللي هي زي أرشيف باللغة الإنجليزية فقط مكتوبة أهي. تمام، هنضغط عليها هيبدأ يدخلك تحديث واتساب جي بي يعمل بربط جهاز. تمام، تم حل مشكلة تعذر الربط، هنضغط عليها. هنا طبعا جايب لك نسختين جي بي واحد وجي بي اتنين. تمام، انت لو جديد معانا ما يهمكش، عايز تنزل واحد تمام، عايز تثبت اتنين تمام. تمام، عايز تثبتهم الاتنين وتربطهم بالرسمي مفيش مشكلة. اما الحزمتين دول معمولين عشان في ناس مثبتة النسخة بتاعتهم طالبة تحديث بحزمة معينة، والنسخة التانية طالبة تحديث بحزمة معينة، فأنا نزلت إيه النسختين. تمام، عشان تشوف الحزمه بتاعتك اللي طالبه تحديث فيهم. لو ضغطت عليها قال لك تثبيت تمام يبقى دي مش حزمتك، هتضغط على الحزمه الثانيه. قالت لك تحديث يبقى دي حزمتك حدث. احتجت بقى زي ما قلنا ايه النسخه الثانيه وتبدا تثبت بيها عادي ما فيش اي مشكله، هتبدا ايه تتثبت معاك وتربطهم الاثنين ببعض. تمام، انا مثلا وليكن هبدا ايه اضغط على جي بي واحد بالشكل ده كده واقول تثبيت. هنا بيطلب مني كلمه المرور. كلمه المرور انا بقولها بصوتي على جزئين، اول جزء من كلمه المرور هتكون 77، اول جزء هيكون 77. تمام، تاني جزء بقى هقوله لك في نهايه الفيديو. تمام، هنبدا نضغط على حسنا. طبعا هنا بقول لك كلمه المرور غير صالحه، ثواني هنضغط تاني 77. تمام، عشان انا نسيت اكتب الجزء الثاني. تمام، احنا اول جزء اهو كتبناه 77، انا هكتب تاني جزء وارجع لكم تاني في الفيديو. بعد ما كتبت كلمة المرور كاملة
هقول حسنا. هيبدأ يستخرج معايا النسخة، هقول له إعداد تثبيت الحزب. هنا بيقول لي تثبيت، هقول له تثبيت. انت هيقول لك تحديث، تمام، جاب لك تثبيت، يبقى انت الغي النسخه وادخل على النسخه الثانيه. هيقول لك تحديث. حبيت تثبت دي زي ما قلنا لك كده، تقدر تستخدم الاثنين وتربطهم ببعض عادي، مفيش مشكله. تمام، هقول لك تثبيت. هنا قال لي التطبيق ليس مثبتا. طيب هنطلع خالص. لو قال جاب لك التطبيق ليس مثبتا، تمام، كل اللي عليك هندخل على متجر بلاي. تمام، بالشكل ده. هنضغط على الصوره الشخصيه بلاي للحمايه. هنضغط على علامة الترس، هنوقف حماية جوجل بلاي، هنديله البصمة كده. احنا وقفنا حماية جوجل بلاي. تمام، هنروح للنسخة تاني دهيات. هنضغط مثلا على النسخة دي، هنقول تثبيت. أول جزء من الباسورد ده نكتبه 77، تاني جزء هقوله لك في نهاية الفيديو. بعد ما كتبت كلمة المرور كاملة هقول حسنا. هيبدأ يستخرج معايا، أقول له إعداد تثبيت الحزب. تمام، هقول له تثبيت. كده النسخة تتثبت معايا بدون أي مشاكل. وبرضه لو جات لك الإشعار بيقول لك إن تم حظر التطبيق دار، لا إما توقف حماية جوجل بلاي، لا إما تقتصر على نفسك، وفي الإشعار ده هتضغط على المزيد من التفاصيل وتثبيت على أي حاجة هتثبت معاك. تمام. طيب هنا تم التثبيت التطبيق بنجاح. تمام، هنطلع كده، هندخل على المتجر بلاي، هنفعل حماية جوجل بلاي للمرة الثانية، بتحمينا من التطبيقات الخبيثة والتطبيقات اللي فيها هاكر وملفات ممكن تركب الموبايل بتاعك. تمام، فلازم تفعلها. تمام، بعد ما بتخلص خالص. تمام. بعد كده النسخة هتلاقي نزلت معانا بالشكل ده. هنبدأ نسحبها كده اهيت، ونحطها جنب الرسم. تمام، هنبدأ نضغط عليها، هندي لها السماح بالوصول. هنرجع خطوة، هنقول السماح بالكل. هنقول الموافقة والمتابعة، السماح. هنجيب موبايل تاني عشان نصور بيه الكيو ار كود. هات موبايل اخوك، موبايل اختك، موبايل صاحبك، اي موبايل، يعني اي موبايل تجيبه عشان هنصور بيه الكيو ار كود بتاع النسخه. تمام اهو. تمام، هنمسك الموبايل التاني ونفتح الكاميرا كده على طول. تمام، وهنضغط على ربط جهاز مصاحب، هنضغط عليه كده، وهنبدا نصور الكيو ار كود. تمام، صورنا الكيو ار كود. هنطلع نروح على الواتساب الرسمي، هنضغط على الثلاث نقاط على الأجهزة المرتبطة ربط جهاز، هنديله البصمة. تمام، بعد كده هنصور الكيو ار كود اهو. جاري تسجيل الدخول، ولكن قال لي تعذر ربط جهاز. تمام، لو جاب لك كلمة تعذر ربط جهاز بالشكل ده كده، مش عايزك تقلق خالص. تمام، كل اللي عليك هنبدأ نستخدم الطريقة التانية، وهي تقسيم الشاشة اهي. هنبدأ نستخدم الطريقة التانية وهي تقسيم الشاشة. طبعا انا هعمل تقسيم الشاشة بالشكل ده. تمام، كل موبايل بيبقى ليه طريقة في تقسيم الشاشة. دي طريقة موبايل، ممكن انت موبايلك يكون ليه طريقة تانية، وممكن يكون ليه طريقة نفس الطريقة دي. تمام، على حسب موبايل. يعني انا اهم حاجة انك تعمل تقسيم للشاشة. طيب ما عندكش انت موبايلك ما بيدعمش تقسيم الشاشة، في برامج كتير قوي بتدعم تقسيم الشاشة، وفي من ضمنهم برامج انا شرحتها في القناة. لو مع موبايلك ما بيدعمش، ابعت لي رسالة على جروب التليجرام وانا هبعت لك الفيديو واتبع الخطوات يعني. تمام، هبدأ أضغط تاني على الواتساب جي بي كده وخلاص. عمل لي تقسيم الشاشة. هضغط هنا ربط جهاز، هديله البصمة عشان يفتح معايا. تمام، هبدأ أصور الكيو آر كود للمرة التانية بالشكل ده كده اهوت. تمام، هبدأ أصور الكيو آر كود اهوت. ما تلقط بقى، مش عايز يلقط معايا ليه؟ جاري تسجيل الدخول. تمام، كده جاري تسجيل الدخول. هيدخل معاك من أول مرة زي ما أنت شايف. طريقة سهلة وبسيطة كده، ربط معاك اهو. تمام، هنبدأ نضغط كده اوكي. هنطلع خالص، هندخل على النسخة، مفيش اي مشكلة. هنا بيقول لك تابعنا على التليجرام، لو ضغطت عليه كده يبدأ يدخلك على قناتنا على التليجرام. تمام، هنرجع كده. طبعا هنا تحديث جي بي، تابع شرح على اليوتيوب. لو انت عايز تدخل على قناتي على اليوتيوب وتقدر تتابع الشرح عادي، مفيش اي مشكلة. تمام اهو. هنرجع كده، هنضغط على الثلاث نقاط تحديث من قناة التليجرام، هيبدأ يدخلك برضو على قناتنا على التليجرام، تتابع التحديثات الجديدة والنسخ الجديدة. اضغط على الثلاث نقاط إضافات جي بي. هنا طبعا جي بي واتساب بي 60 عبد الله الباشا. صلى على النبي، صلى على النبي في الكومنتات يا جماعة على أفضل الصلاة والسلام. دي النسخة من جوه شكلها كده. تمام، احنا مش هنشرح برضو عشان وقت الفيديو والكلام ده كله، بس أنا بوريك حاجات معينة. تمام، طيب هنيجي عند التحديثات. ايه اللي حصل في التحديث؟ هنيجي طبعا
هنا سجل التغيرات. هنا بنقول لك ما الجديد في في 60. تاريخ التحديث 26/8/2025، تحديث ده النهارده. تمام. عبد الله الباشا، هنا بنقول لك احنا بدأنا ايه؟ نعمل اصلاح لمشكله الانهيار عند اجراء واستقبال مكالمات على بعض الاجهزه، واصلاح تم حل مشكله تجميد التطبيق في بعض الاجهزه. يعني بعض الاجهزه التطبيق بيتجمد عندها، فتم الاصلاح ده. تمام. إصلاح انهيار عند فتح المحادثات في بعض الأجهزة. إصلاح مشكلة الانهيار التي تحدث بعد تثبيت تحديث بعض الأجهزة. إخفاء صورة جهة الاتصال وزر الاتصال من شاشة المحادثة. تم حل مشكلة الانهيار في المحادثات والإف. مشكلة عدم القدرة على إضافة حزمة ملصقات التحسينات العامة والإصلاحات الإضافية لتحسين الأداء والاستقرار. تمام. هنقول أوكي. تمام. طيب هنطلع كده، دي كل الحاجات اللي هي كانت فيها مشاكل معاكم والحمد لله اتحلت. تمام. هنيجي عند حول التطبيق. هنا رسالة الشكر لو ضغطنا عليها، طبعا آخر جزء من الباسورد هيكون 98. آخر جزء من الباسورد هيكون 98. تمام. لو ما سمعتش الجزء الأول رجع الفيديو من الأول خالص، اتفرج على الفيديو. تمام. واسمع الجزء الأول اللي أنا قلته كام. تمام. وتعالى عند آخر جزء وهو 98. تمام. هنا بيقول لك إيه؟ هنا انا عايزكم تصلوا على النبي بس، يعني صلوا على النبي كده والله العظيم. ما في احلى من اللي انت تقعد تصلي على النبي كل شويه، ما في احلى من اللي انت تصلي لربنا، لان ربنا والله العظيم احنا مالينا غيره، والله احنا مالينا غير ربنا. فصلي دايما واعبد ربنا، لان الموت في لحظه، الموت في لحظه. الواحد لما بيتعب بس تعب بسيط بيحس انه هيموت. فصلي وقرب من ربنا، وعايزك تصلي على النبي في الكومنتات. تمام. هنا لا اله الا الله محمد رسول الله الحمد لله الله اكبر. عبد الله الباشا. تابع اليوتيوب التليجرام. فولو التليجرام، هنضغط عليه يدخلك على التليجرام بتاعنا. تمام. هنا يوتيوب، ضغطنا عليه هيدخلك على قناة اليوتيوب بتاعتنا. تمام. هنا استغفر الله العظيم. تمام. زي ما انتم شايفين النسخة جميلة اهيت. تمام. مفيهاش أي مشاكل. تمام. أتمنى أكون وصلت لكم المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، وأشوفكم في فيديو جديد. وما تنساش الدعاء لأخوك عبد الله لو فعلا بتحبه. ولو بتكرهني يا عم مش عايز تدعي ما تدعيش، يعني عادي. فأتمنى لكم يوم سعيد وأنا والله يعني الواحد بيعمل فيديو وهو تعبان فعلا. يلا أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.